حسين الشحات هو احسن مهاجم للاهلي. ليه؟ الجون اللي جابه حسين الشحات بيثبت ده. الاول بدايه الجون كان عند اليو ديانج اللي هيمرر الكره لبيرسي تاو. بيرسي تاو شايف حسين الشحات وهو بيتحرك وبيشاور له بايديه حط لي في المساحه الفاضيه. بيرسي تاو بيعمل اسيستات حلوه جدا. بدأ بيرسي تاو يتحرك لجوه شويه ولعب الاسيست لحسين الشحات اللي هيستلمها بكعب رجليه. ودي اول ميزه في حسين الشحات ان هو مهاري وان هو استلامه للكره حلو. استلم الكره حطها قدامه بقت في مساحه قدامه. طبعا حسين الشحات سريع. عمل حسين الشحات الغير متوقع انه عمل الكره تشيب من فوق حارس المرمى. لو تفتكروا كهربا عمل التشيب دوت برده من الناحيه الشمال لكن طلعت بره، لكن حسين المره دي حطها جوه الجون. ليه بقى؟ لان حسين الشحات عنده الفينش احسن بكتير من احمد عبد القادر. واحمد عبد القادر بيلعب في المكان دوت، وبالتالي احمد عبد القادر بيعمل المهاره ويعدي ويعمل عرضيه، لكن حسين ممكن يصنع لك عرضيه وممكن هو بنفسه اللي يخلص الكوره لان الفينش بتاعه حلو. ده غير ان هو مهاري ممكن بيرقص واحده والتانيه. بص الرؤيه بتاعت بيرسي تاو من هنا وشايف حسين ازاي. وقلنا ان بيرسي تاو متميز في الاسيستات، عامل 5 اسيست. بص حسين الشحات الزاويه ازاي بقت ضيقه عليه وبقت محذوفه قوي. الجون لما طلع له ما حسين فكر ان هو ما يتحطش غير ان هي تحط تشيب. بص ضيق الزاويه ازاي، ومع ذلك حسين قدر بمهارته ان هو يحطها من فوق الجون. طبعا الجون ساعده ان هو خرج لكن